مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا ولقائنا المتجدد مع حضراتكم وفنار الاثنين، ومتابعه لكل ما يحدث من احداث مختلفه على ارض جمهوريه مصر العربيه، فكونوا معنا واسره فنار الاثنين. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا ولقائنا المتجدد مع حضراتكم وفنار الاثنين، واطلاله جديده على المشهد السياسي ومتابعه لاهم القضايا والموضوعات التي تؤرق المواطن والمصريين عموما، وتحديدا في الاسكندريه البحيره مطروح. الكثير من القضايا المطروحه مؤخرا والتي تؤرق الكثير منا ومن مشاهدينا الكرام. خلينا نبتدي في عجالة ونتحدث عن أهم القضايا المطروحة مؤخرا، وهي الحديث والجدل حول قرب انتهاء يومين تقريبا وينتهي فرض حظر التجوال وينتهي قانون الطوارئ معه والعمل بقانون الطوارئ. توقعات الناس وتنبؤاتهم واحتياجهم للشعور بالأمن وبالأمان، وبأنه الشرطة ستحقق هذا الأمن وهذا الأمان اللي شعر به المواطن في الفترة السابقة. إحساسهم بأنه قد تعود أعمال البلطجة لسابق عهدها، قد تعود الكثير من المشكلات التي كنا نتعرض لها، إلا أن المؤشرات الأولية من الأسابيع السابقة تدل على أنه إن شاء الله الوضع هيكون مستقر وهيتحقق الأمن والأمان اللي كلنا كنا في انتظاره وكلنا كنا بنحلم بيه. الحقيقة اتفقوا الناس واختلفوا في حاجات. اتفقوا في انه حظر التجوال وقانون الطوارئ حقق الحاجات كتير المرجوة منه، وحقق نوع من الأمان، وقدر ان هو من خلاله الأجهزة الأمنية تقدر تقوم بعملية ضبط للكثير من القضايا ومن الهاربين ومن المسجلين خطر، مش بس قضايا وأعمال بلطجة أو أعمال ضد الثورة وضد النظام وضد إلا ان هم قدروا يحصدوا الكثير من قضايا المخدرات والتهريب وغيره وسرقة السيارات وغيره. في فريق من الناس بيقول كنا نتمنى أن يستمر الحظر وقانون الطوارئ والعمل بهم فترة حتى تنتهي الدولة نهائيا وأجهزة الدولة الأمنية من مواجهة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الكامل. هذا في فريق آخر من الناس ضاق صدره وبيقول لا، احنا محتاجين انه ينتهي العمل هكذا وتسير كل مؤسسات الدولة وكل يقوم بواجبه. في كل الأحوال سيسري القانون، وبعد يومين من المفروض أن ينتهي الاثنين، قانون الطوارئ وبالتالي ومعه قانون حظر التجوال وفرض حظر التجوال. لو كان في ان هم يمتدوا مرة تانية، من المفروض ان يكون في استفتاء شعبي. لا قدر الله اي حدث ممكن يحصل، مش هينفع يتفرضوا مرة تانية إلا لما يكون في استفتاء شعبي وموافقة من الشعب إن هم يتم فرضهم مرة تانية. يا رب ما نحتاجش ليه المرحلة دي. في كل الأحوال الدولة كده ولا كده، الموضوع التاني اللي بيشغل أغلب الناس، الدولة كده ولا كده بتحاول إن هي
تجابه وتواجه الإرهاب، سواء كان في سيناء أو في كل أنحاء جمهورية مصر العربية. على قد ما أجهزة الدولة بتقدر الحقيقة وهي بتقوم بواجبها، ودي حاجة احنا تابعناها، إلا إن لا زال الكثير من الأعمال الإرهابية موجودة. على صعيد آخر لم تنتهي التظاهرات، يعني برضو كل يوم اتنين وأنا جاية المبنى تحصل تظاهرة. النهاردة كان في تظاهرة مرة من شارع أبو قير، وهي كانت جاية من منطقة زيزينيا من طريق الكورنيش يعني، واتجهت لشارع أبو قير واتجهت لجامع يحيى وإلى منطقة فيكتوريا وهكذا. الحقيقه كان شعارهم الرئيسي بيقولوا سلميه سلميه، انما الظاهر لما قطعوا طريق ابو قير اللي رايح واللي جاي ان هي ما كانتش سلميه خالص. وكانت طبعا الالفاظ المستمره في الدعاء على افراد الشرطه وعلى الجيش وعلى الامن والقوات المسلحه، الحقيقه كانت مستمره، واثاروا الذعر والفزع في كل المره. والحقيقه الناس تضررت واتضايقت، وكل اللي ماشي في الشارع اضطر ان هو يتعطل شويه على ما هم عدوا، لكن الحقيقه ما عرفش وصلوا ليه، لان احنا جينا على هنا. يعني لازالت التظاهرات ولازالت الوقفات. والحقيقه في تعليق احد المواطنين البسطاء قالوا النهارده، وهو يعني من الشارع السكندري، قال انه ملاحظ انه مظاهرات الطلبه والطالبات والوقفات الاحتجاجيه والاعمال اللي بيعملوها في الجامعات عموما في جمهوريه مصر العربيه من الواضح ان هي منظمه، يعني لسه في حد بينظم برغم ان كل قياداتهم تقريبا في السجون ومحبوسه، الا ان من الواضح ان لسه في حد بيخطط لهم. يا ترى الحد ده بيخطط لهم من جوه ولا من بره، من داخل السجون ام من خارجها؟ هل لازال في اتصالات؟ يعني دي حاجه ما نتمناش انها تحصل، لكن هم شويه منظمين في تظاهراتهم. لحد امتى؟ ومطلوب من الحكومه الحاليه ان هي تشد حيلها شويه، وان هي تشد شويه. ارجو ان محدش يزعل، المسؤولين في هذه الحكومه الحاليه هم المسؤولين ان هم يشدوا شويه لوقف هذه التظاهرات. في طلبه عايزين يتعلموا في الكليه، في طلبه مسالمين مش محتاجين لا وقفات ولا غيره، والدوله مش محتاجه دلوقتي اي نوع من انواع التظاهرات. الحقيقه على صعيد اخر يهم كتير من مشاهدينا انه لجنه ال50 لتعديل الدستور انتهت على التصويت على حوالي 120 ماده من المسوده الاوليه لمشروع الدستور، والحقيقه فيهم كلام كتير ال 120 ماده، لانه فيهم الزام للدوله بزياده موازنه الصحه والتعليم والبحث العلمي. والحقيقه دي ملفات هامه جدا، واحنا كنا قلنا اي دوله عايزه، مش احنا بس المتخصصين، عايزه تتقدم الى الامام، الف ب التعليم، الف ب ان احنا نقضي على نسبه الاميه. بعد كده فعلا الصحه، ملف الصحه في بلدنا يعني يحتاج ان نفرد له حلقات وحلقات. بعد كده ياتي البحث العلمي والمواصلات والاتصالات والكثير من الاشياء التي تحتاج لها دعم. خلينا نقول ايضا انه على الصعيد الاخر وعلى صعيد قانون التظاهر، الحقيقه في تعديلات كتير في قوانين التظاهر المنتظره والمرجوه، لكن في مخاوف لدى البعض انه التظاهر عموما يتاثر، يعني يبقى بعد كده ممنوع انه اي حد عايز ان هو يعبر عن رأيه بشكل سلمي وبشكل هادف ومن أجل مطالب هامة يعني يتاخد في الرجلين، وفعلا ما يقدرش ان هو من خلال قانون تظاهر منتظر ان هو يعبر عن رأيه بشكل سلمي. فدي مخاوف، لكن نتمنى ألا تحدث طبعا. أخيرا من غير ما أطيل على حضراتكم، الأخبار الرياضية أسعدت أخيرا جمهورنا طبعا بعد ماتش غانا وبعد حاجات كتير. على صعيد الزمالك والأهلي، النادي الأهلي فاز ببطولة وبدوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، ده أسعد جماهيره وأسعد كل المصريين. نادي الزمالك للمرة الثانية والعشرين في تاريخه حصل على كأس مصر، والحقيقة بنهني الناديين وبنهني الشعب المصري بيهم، ونرجو للمتعصبين قوي في مجال الكرة انهم ينسوا الماتشات اللي قبل كده القريبة. واظن انه اكيد الفوز ده والنجاح ده حقق كتير من البهجة وكتير من الفرحة. نقول النهاردة معانا ومعاكم ضيوفنا الكرام اللي يكونوا موجودين معانا: العميد أكرم شعبان مدير إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، الأستاذ هشام كامل سعد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وبشرة هامة جدا لأهالي حي المنتزه هنعلن عنها النهاردة من خلال حلقتنا. ويكون معانا ومعاكم الأستاذ نبيل أبو شال مدير مكتب جريدة المصريون بالإسكندرية، والحوار معه عن المشهد السياسي وأهم تداعيات المشهد السياسي في الفترة القادمة.
أما الآن فتعالوا معنا والتقرير الخارجي، حيث وصلت إلى ميناء الإسكندرية صباح اليوم السفينة الحربية الروسية فارياغ، والتي تزور مصر حاليا في إطار تعزيز الروابط والعلاقات العسكرية بين القوات البحرية المصرية والروسية. كان في استقبال السفينة الحربية الروسية اللواء بحري أحمد مفرح قائد قاعدة الإسكندرية البحرية والملحق العسكري الروسي بالقاهرة. تعالوا بينا نتابع التقرير التالي وارجعوا لنا مرة تانية. وصلت إلى ميناء الإسكندرية صباح اليوم السفينة الحربية الروسية فارياج، والتي تزور مصر حاليا في إطار زيارة غير رسمية لتعزيز الروابط والعلاقات العسكرية بين القوات البحرية المصرية والروسية، وهي تعد أول زيارة لسفينة حربية روسية تأتي تزامنا مع زيارة مرتقبة لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى القاهرة يومي 13 و14 من نوفمبر الجاري. وكان في استقبال السفينة الحربية الروسية قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، حيث جرت لها مراسم استقبال طبقا للتقاليد والأعراف البحرية بتبادل إطلاق 21 طلقة من إحدى القطع البحرية المصرية يصاحبها الموسيقات العسكرية، حيث يبدأ الطراد الروسي فارياج مهمته الأولى في البحر المتوسط لتوحيد مجموعة السفن والقوارب التابعة للبحرية الروسية بالمنطقة. وقام قائد السفينة الروسية يرافقه عددا من ضباط الطاقم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات البحرية. ويعد الطراد الصاروخي فارياج واحدا من أكبر القطع البحرية التي تعمل حاليا ضمن الأسطول الروسي بالبحر المتوسط، وسوف يتولى مسؤولية التشكيل العمليات الدائم لسلاح البحرية الروسية بعد أن يحل محل طراد موسكو التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، وهو دخل الخدمة عام 1989 ضمن تشكيل سلاح البحرية الروسية بالمحيط الهادي، ويبلغ طوله 186 مترا وبسرعة تبلغ 32 عقدة، ومدى إبحار يصل إلى 7500 ميل بحري. والطراد مجهز ب16 منصة لإطلاق الصواريخ من منظومة فولكان المضادة للسفن عالية التوجيه، والتي يبلغ مدى إطلاقها 700 كيلومتر، كما يحمل على متنه طائرات الهليكوبتر القادرة على اكتشاف وتدمير الغواصات ومكافحة عمليات القرصنة. كما يحمل أيضا على متنه مجموعات من العناصر المقاتلة من مشاة البحرية الروسية ذوي المهام المتعددة، كما يتضمن تسليح قواذف الصواريخ والمدفعيات مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى التوربيدات ومنظومة رادارية ولاسلكية متقدمة. ويطلق على الطراد فارياج لقب قاتل حاملات الطائرات لما يتميز به من قدرة عالية على إصابة الأهداف بدقة في البر وفوق سطح المياه من مسافات بعيدة. لتعزيز العلاقات والروابط العسكرية بين القوات البحرية المصرية والروسية، وصلت إلى ميناء الإسكندرية صباح اليوم السفينة الحربية الروسية فارياغ، والتي تزور مصر حاليا. ويعد الطراد الصاروخي فارياج واحدا من أكبر القطع البحرية التي تعمل ضمن الأسطول الروسي بالبحر المتوسط. ناصر حسن، الإسكندرية. رجعنا لكل مشاهدينا مرة تانية، ويمكن أنا بدأت حواري مع حضراتكم النهاردة واتكلمت عن حدث هيحصل في الأيام القادمة، والحقيقة ده مؤرق كتير قوي لناس كتير. البعض موافق عليه ومرحب بيه، وهو إلغاء حظر التجوال وإلغاء قانون الطوارئ، والبعض التاني قلقان وخايف. يا ترى الداخلية عموما بما فيها شرطة النجدة استعدت ولديها خطط لاستقبال هذه الفترة وهذه الأيام، بالإضافة لكثير من الشكاوى اللي بتورد إلينا؟ كل ده هنعرفه تفاصيل أكتر في موضوعات أكتر
من خلال ترحيبنا بسيادة العميد أكرم شعبان مدير إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية. مساء الخير يا سيادة العميد. مساء الخير يا فندم. خليني أبتدي مع حضرتك بسؤال هو ما يخصش شرطة النجدة لوحدها، يعني هو ده سؤال بيؤرق الكثير من المواطنين. يا ترى الداخلية عموما استعدت لاستقبال انه احنا المفروض من الجمعة القادمة، حسب ما انا يعني كل الشعب المصري حاسب يعني الجمعة القادمة مش هيبقى فيه حظر تجوال من الساعة 7 ولا هيبقى فيه قانون طوارئ، ولو انه يعني انا اكتشفت النهارده انه في ناس كتير من البسطاء يعني فاهمين حظر التجوال، ما حدش يخرج بعد الساعه كذا وخلاص، لكن مش فاهمين قوي بنود قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ ده بيبيح ايه وبيمنع ايه الى اخره من المحظورات يعني، والحاجات المفروض الانسان يلتزم بيها ويبقى خاضع ليها وياخد باله منها في فرض قانون الطوارئ. ده مش حاجه سهله، مش كلمه كده نقولها في التلفزيون او نقراها في الجرايد. فهل استعديتم؟ وشرطه النجده جهاز من الاجهزه الامنيه الكبيره الموجوده في الدوله، ان ما كانتش اساسيه، لانها يعني هو الجهاز المباشر مع المواطن، فورا اي حد بيحصل له اي مشكله فورا بيتصل بالنجده. هل استعديتم لذلك استعداد خاص مختلف عن اي وقت فات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك الغاء حظر التجوال لا علاقه له برفع الخدمات. بمعنى ايه برضه؟ بمعنى ان الغاء حظر التجوال ده من حيث الوقت، بيحدد وقت لتجوال المواطن فيه. اما خدماتي انا كشرطه نجده او خدمات وزاره الداخليه عموما او الخدمات المتواجده من القوات المسلحه ملهاش علاقه بحظر التجوال. يعني مش معنى ان انا النهارده حظر التجوال اترفع ان انا خدمات الشرطه او خدمات النجده هتخش اماكنها او لا، الخدمات زي ما هي، بل على العكس. انا بقول هتتكثف بقى. بل على العكس، ما انا بقول لحضرتك بل على العكس، قد يكون هناك في تكثيف في الاوقات اللي كان فيها حظر التجوال، في الاوقات اللي ممكن يبقى فيها شغف، في الاوقات اللي قد ممكن يحدث فيها اي مكروه، هيبقى فيه تكثيف اصلا في الخدمات وتكثيف اكتر في الخدمات. ليست لها علاقه بان ان انا رفعت حظر التجوال وان انا ارفع الخدمات، لا، خدماتي متواجده وشغلي 24 ساعه متواجد هو، وخاصه على وجه الخصوص بالنسبه لشرطه نجده انا 24 ساعه متواجد في جميع الاماكن في مديريه امن اسكندريه. يعني المواطن يطمن طبعا. يعني انا هدفي من السؤال ده المواطن يطمئن اكتر، المواطن ما يقلقش. الناس حاسبه من دلوقتي طب يوم الجمعه ايه اللي هيحصل، بعضهم قلقان وبعضهم مطمن الحقيقه، بس لازم ننقل الصوره كامله. حضرتك لا علاقه، يعني حتى التظاهرات اللي كانت بتحصل في اوقات اللي ما فيهاش حظر تجوال. يعني معنى كده بس يعني مبدئيا الجمعه الساعه 7 خلاص قضي الامر، يعني الجمعه الساعه 7 خلاص، او اللي كان عايز يعمل بيحصل بعد الصلاه الساعه 1 الساعه 2 الظهر، انما الساعه 7 خلاص تمام. ما هو اللي كان عايز يعمل حاجه كان ممكن يعملها في الوقت المفروض فعلا كان بتحصل يعني، وكان بيحصل، والحمد لله كنا بنتصدى، والتعليمات حاليا صارمه جدا 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 للشغب وللكلام ده. احنا الحمد لله بنقف وقفه قويه جدا جدا مع الشغب دلوقتي، لان المواطن مش مستحمل وبلدنا مش مستحمله النهارده شغب تاني اكتر. والحقيقه الناس اصابها يعني زهق ودبر مش مستحملين، لا البلد مش مستحمله. كل شويه وكل يوم مظاهره وناس معديه وسلميه، والحقيقه ما فيهاش اي نوع من انواع السلميه، ما فيهاش يعني اللي انا شفتها النهارده دي ما فيهاش سلميه خالص. لا مش سلميه خالص حضرتك. احنا اخر واقعه ضبطيه جايبينها كان بيقولوا مظاهره سلميه وفي دايره قسم شرطه المنتزه اول، كان في عربيه نص نقل ماشيه في نص المظاهره تابعه للجماعه المحظوره، تم ضبط السياره، مسكنا فيها سلاح آلي وبندقيه خرطوش ومتعمرين، بندقيه آلي وبندقيه خرطوش ومتعمرين يعني. و3000 جنيه. والواقعه دي مظبوطه في اسم المنتزه بمحضر، الكلام ده من حوالي شهر تقريبا، وكانت ماشيه في نص المظاهره المسيره بتاعت الجماعه المحظوره. ما فيش سلميه، لا مش سلميه خالص. طيب خلينا نروح بقى يعني ندخل اكتر بقى في شرطه النجده ونقول انه يعني الشكوى هنعتبرها شكوى، دي مش حاجه يعني جديده، مش بتاعه النهارده، عشان حضرتك ما تعتقدش ان احنا دي حاجه حديثه، دي من زمان من قديم الازل، واحنا عندنا مشكله شكاوى كتير من المواطنين انه شرطه النجده يا بترد وبتاخد البلاغ وما بتروحش، ولو راحت تروح بعدها بكتير وتتاخر، يا اما ممكن ما تردش، واذا ردت طيب حد مثلا يتوجه للقسم، طيب لو اي مبالغ عن اي حاجه، يعني في مشاكل لدى المواطنين. المشاكل دي لا زالت مستمره، سببها ايه؟ هقول لحضرتك. هو حضرتك اولا انا تلقي البلاغات بالنسبه لي ليست فقط عن طريق التليفون اللي هو 122، لا انا مقسمها حاجات معينه ومراحل معينه. يعني انا عندي تلقي بلاغات عن طريق جهات هامه في مديريه امن اسكندريه وجهات هامه في مناطق في اسكندريه كثيره جدا، بمجرد انه يرفع سماعه التليفون يظهر لي على شاشه الكمبيوتر المبلغ مين
وانا بكلمه قبل ما يكلمني، ولو ما كلمنيش ببعت له عربيه نجده. مناطق هامه في اسكندريه، تقنيه حديثه عندي بقى انا ما سمعتش عنها. لا موجود عندي في اسكندريه تقنيه، لدرجه ان لو المكان الهام ده عامل نظافه رفع سماعه التليفون فيه دون شعور، انا بنتقل وبروح له وبقول له سماعه التليفون بتاعتك مرفوعه. طيب دي اماكن وعاليه جدا، دي اماكن موجوده في اسكندريه، اماكن طبعا خطره واماكن حيويه واماكن كثيره جدا عندي. انا بدون ما هو يكلمني، بمجرد ما يرفع سماعه التليفون انا برد عليه بقول له انت فلان الفلاني في حاجه عندك؟ بيقول لي لا انا ممكن بكون بجرب. لو قلت لحضرتك السماعه اترفعت عفوا انا بكون عنده قبل ما يكلمني، لو انا كلمته ما ردش لازم ابعت له عربيه نجده. ده جزء ده جزء او خدمه من الخدمات، ده خدمه من طبعا الاتصالات. خدمه يعني خدمه ثانيه خدمه ثانيه كان السيد مساعد الوزير مدير الامن اللواء امين عز الدين كان عملها، ولو حضرتك برضو ممكن تسالي عليها، ان قبل بدايه المدارس اجتمع بجميع قيادات اداره اسكندريه للتربيه والتعليم وكاله الوزاره وجميع نمر موبايلات القيادات الهامه الامنيه الهامه في اسكندريه مع مدير المدارس، الموبايلات الخاصه بتاعتنا. يعني حضرتك لو تتصل بمدرسه ناظر المدرسه قولي له نمره الموبايل الخاص بتاع مدير النجده هيقول لحضرتك كذا، نمره الموبايل الخاص بتاع مدير اداره يعني الحمايه المدنيه بالمدارس. بالمدارس واماكن برضو خاصه ثانيه. السيد مدير الامن قال لك نمر موبايلات قيادات الاماكن الشرطيه الهامه في الاسكندريه. يعني مثلا مدرسه تابعه لقسم دايره الممتازه هيكون مع مدير مدارس دايره الممتازه نمره مدير النجده، نمره مدير اداره الحمايه المدنيه، نمره مدير اداره البحث، نمره مأمور القسم، نمره رئيس مباحث القسم، الموبايلات الخاصه بتاعتهم في مدار على اي وقت في وقت الدراسه يتصل، مش لاجئين لحته 122 خالص، بعيد عن 122. بالنسبه لحضرتك ل 122 طبعا احنا احنا طبعا شغالين فيه كويس جدا، بس انا عايز اقول لحضرتك احصائيه بسيطه يعني احنا بنعانيها برضو قدر المستطاع، وبنناشد الناس انها تحاول قدر المستطاع تكون معانا في هذا الموضوع. انا مثلا خلال الشهر من 10 ل 10 11 انا تلقيت 110,000 بلاغ، منهم 6027 بلاغ صحيح. طب وباقي ال 110,000؟ باقي ال 110,000 بلاغ البلاغات غير صحيحه، سواء معاكسات او معاكسات للنجد او بلاغات غير صحيحه، وده سببها حاجه. الرقم مش بيظهر يعني الرقم كان بيظهر لما كانت دي كلها ليها اصحاب، انما بعد ما شركات المحمول دخلت خطوط دون بيانات عندها بقت الرقم بيظهر ومالوش بيانات. انا ممكن اتتبع طبعا بس هيبقى مجهود. ما انا عايزه اقول ان لو كان في تتبع هيبقى مجهود زياده، بس لو مواطن واحد بس انا هقول لحضرتك لو مواطن واحد بس تم عقابه واعلن عن العقاب بسبب ان هو يعني عاكس او تجاوز على شرطه النجده، صدقني الاف المواطنين مش هيعملوها. طب وحضرتك يعني احنا للاسف البلاغ اللي جه من المواطنه وقالت هات 5 مليون جنيه ومن اعمل في احد الفنادق الشهيره وبعديها بلاغ تاني، طب ما دي اتاخد معاها اجراء، ومع ذلك بعديها بفتره بلاغ تاني من مواطن اخر لنفس الفندق برضه. فبقول لحضرتك احنا هي العمليه احنا مش لا احنا بنرد على تليفونات هي كده على فكره. الخطا يبقى عند شركات الاتصالات يعني تحدث البيانات وتمنع بقى ولو ما حدش حدث بيانات، لان احنا بتجيلنا رساله تحديث البيانات كل فتره زمنيه معينه، تتلغي الخدمه، تلغي الخدمه لحد ما يجي صاحبها يديله بيانات ويفتحها ثاني، يعني يحل لي المشكله، لان الموضوع هو ده الظاهر بتاعه. طيب يعني احنا السبب بسبب كثرة المعاكسات او المكالمات المجهولة. طيب بطء الخدمة؟ لا هو بطء الخدمة ده بيتأتى من ايه حضرتك؟ انا بيجي لي البلاغ عن طريق التليفون ببلغه يعني على ما نتحرك ونروح للموبايل او للاستغاثة. يا باشا يا فندم انا حضرتك انا عندي سيارات النجدة منتشرة في مديرية امن اسكندرية على مدار ال 24 ساعة، في كل دايرة اسم يا سيارة يا سيارتين على مستوى ال 17 دايرة. دي معلومة سيادة العميد، يعني دي معلومة بالنسبه لي انا جديده، قد يكون المشاهد يعرفها. لا يا فندم، سيارات النجده منتشره على 24 ساعه في 17 قسم شرطه على مدار ال 24 لا ساعه. يعني كل قسم امامه سياره نجده؟ مش امامه، في دايرته. بتتجول في دايرته هو انا بس انا بالنسبه لي ما بشوفهاش، مش عارفه المواطن اللي بيتابعنا لا يعني اعذرني حضرتك انا ما بشوفهاش. احنا بنتمنى انه السيارات يعني تتجول في الشوارع، لان ده بيشعر المواطن بالامان على فكره. تمام انا عندي الامن الوقائي اللي قدره والامن الاجرائي اللي قدره طبعا. بالظبط طبعا يعني حتى اللي في نيته ان هو نازل النهارده وناوي يرتكب يعني جريمه،
مجرد ما يشوف العربيه معديه يمكن ياجل الجريمه او ما يعملهاش دلوقتي. تمام الامن الشعوري اللي هو الامن الوقائي، اللي هو ادخال روح الطمانينه في المواطن لما يشوف عربيه النجده رايحه جايه والسرينه شغاله والظباط قاعده مستعده، طبعا هتعمل اطمئنان كبير جدا طبعا. واحنا بنوائم بين الامن الشعوري والامن يعني ده موجود 24 ساعه. 17 دوريه نجده في جميع اقسام الشرطه بتمر خلال ال 24 ساعه. قد يكون ممكن اضم قد تكون مش ملحوظه شويه، مش ملحوظه دايره الاسم قد تكون كبيره. كثافه الحركه المروريه، ان سرعه الذهاب والعوده. يعني حضرتك سي لو طريق البحر مثلا عشان عربيه نجده توصل للمنتزه وترجع تاني مثلا لمنطقه سيدي جابر في خلال الدايره دي هتاخد وقت قد ايه؟ يمكن دي قد تكون غير ملحوظه شويه. وقد يكون برضو استهلاكها في بلاغات واستهلاكها بلاغات كاذبه. الاستهلاك ده برضو بيخلي على ما يروح ينتقل لبلاغ ويرجع يمر في دايرته تاني. الموضوع ده بيخلي يمكن سياره النجده مش ملحوظه، انما عندي 17 سياره بتمر والعدد ده بيزيد، وتعليمات السيد مدير الامن زياده العدد بشكل غير عادي ان شاء الله الفتره اللي جايه. ان شاء الله باذن الله. وخلينا نتكلم عن شرطه النجده. طبعا يعني لها اكثر من دور في الاستغاثات، ما هوش دور واحد مش شرطي فقط، لا طبعا. بالظبط. طيب خلينا نقول ايه الجديد النهارده في اداره شرطه النجده، غير طبعا التقنيه اللي حضرتك ذكرتها في البدايه، يعني دي حاجه بالنسبه لنا جديده. تمام. اول مره بنتكلم فيها. هل في جديد تاني ممكن نضيفه النهارده؟ تمام. انا حاليا بيتم تجهيز سيارات تعمل في الشارع. السيارات دي مربوطه بالانترنت على شبكه معلومات الوزاره، بحيث ان السيد الضابط وهو اثناء وجوده في السياره مع لابتوب بيضرب رقم العربيه يعرف العربيه دي مسروقه ولا لا، يضرب اسم المواطن على اللابتوب يعرف المواطن ده مطلوب او غير مطلوب. مجهزه هذه السيارات، بجهزها حاليا، بتتربط عن طريق شبكه الانترنت مع شبكه معلومات الوزاره. دي هتبقى موجوده في الشارع ان شاء الله، وبيتم التجهيز حاليا في 2 مجهزين بس لسه ما نزلوش الخدمه، وهنحاول نزود العدد ان شاء الله. ده جزء تاني برضو من التقنيه بنعملها، ان احنا بنعمل حاجه اسمها الخريطه المضيئه للاسكندريه. الخريطه المضيئه دي حضرتك انا بعمل خريطه للاسكندريه كلها، العربيات بتاعتي اللي في الشارع لا لحظه تجولها بتكون ليها ضوء عندي ظاهر، بحيث ان انا عندي بلاغ في شارع معين اشوف اقرب عربيه، مش شرط بقى عربيه الاسم، لان انا دلوقتي مش عارف. اقرب عربيه موجوده في المكان. ما شارع الاقبال ده بيضم اسم الرمل واسم المنتزه. طب ما ممكن تكون عربيه الرمل وبلاغ في المنتزه في شارع الاقبال، لسه هجيب عربيه العربيه القريبه هي العربيه. فالخريطه المضيئه دي بتبين لي مسار خط سير عربياتي، اولا محدد دايرتها، ما حدش يخرج بره الدايره الا بتعليمات. ثانيا ودي طبعا للسيطره على عربياتي. ثانيا ان انا اقرب عربيه لمكان البلاغ ايا كان دايره الاسم بتاعها اقدر ابص على الخريطه اقول له اطلع على المكان الفلاني. ده من خلال طبعا تقنيه او اجهزه معينه هتكون موجوده في سيارات الشرطه ان شاء الله. طيب بالنسبه لموضوع السيارات وارقام السيارات اذا كانت مسروقه ولا اللي حضرتك ذكرته من خلال لابتوب، وحضرتك قلت في سيارتين بس ان شاء الله هينزلوا الخدمه عن قريب ان شاء الله. طيب السيارتين دول هيتم استخدامهم على اي سياره مره في الطريق، مثلا هتقف السياره على طريق الكورنيش، كل سياره تعدي هيضرب رقمها مبدئيا، ولا السياره المشتبه فيها؟ مبدئيا هتبقى السيارات المشتبه فيها. مبدئيا ممكن اوقفه في اماكن اخليه يعمل اكمنه غير الاكمنه المعتاده، اكمنه عشوائيه، اكمنه عشوائيه غير الاكمنه المعتاده. مبدئيا هو لو صادف بلاغ، خلي بالك حضرتك احنا ممكن نمسك ضبطيات في بلاغات عاديه، يعني بلاغ. ما انا قلت الحقيقه الفتره اللي فاتت تم ضبط اسلحه ومخدرات وحاجات ما لهاش علاقه بالموضوع وتهريب يعني حاجات تانية تم ضبطها في غير البلاغات. فعن طريق هذا النظام الجديد ان شاء الله، بمجرد ان السيارات دي تنزل بتوفر، بدل ما اخد المواطن واطلع بيه على قسم الشرطه للاستعلام عن صحيفه الحاله الجنائيه او هو مطلوب. طب انا بمجرد والسياره بمجرد ان انا لو ماشي ورا عربيه في الشارع لقيتها بتجري، قد يكون هو بيجري هيجيب كيس دم، ما احنا دي برضو خاصه بينا احنا، كاس الدم وخدمات مقدمه مني. انا ممكن اضرب رقم العربيه، اشوف العربيه هل مبلغ بسرقتها مش مبلغ بسرقتها، فيبقى الامر بيبقى متيسر للمواطن وليا انا. طيب سؤال اخر، هل في مناطق في اسكندريه تحتاج ان احنا يكون فيها، او هل ده معمول فعلا دوريات او سيارات شرطه مكثفه؟ يعني مناطق زي مثلا منطقه محطه مصر، زي منطقة شارع المعهد الديني، زي يعني بعض المناطق المتكدسة واللي كثيرا ما تحدث فيها مشاكل كتير، هل متوفر فيها سيارات على طول بشكل دائم ولا مجرد مرور؟ بالنسبة لحضرتك سيارة النجدة ولا أقوال أمنية؟ أنا قلت لا، أنا بتكلم على إنه في مناطق كثيرة المشاكل والخناقات واختناقات مرورية، يعني أحداثها كتير. أنا ذكرت على سبيل المثال المنشية أو محطة مصر تمام. أو المعهد الديني، يعني انا ذكرتهم على سبيل المثال. تمام. هو حضرتك يعني بالنسبه لي انا كعربيات النجده، لما باجي بنزل الدوريات بتاعتي غالبا
بخلي فيه الخدمات بتبقى ثابته، بحيث ان مثلا ضابط المنشيه اللي بينزل عندي دايره المنشيه بيبقى ثابت، ضابط المنتزه بيبقى ثابت. ليه؟ لان الضابط ده بيبقى عنده خبره في هذا المكان. امتى بيبقى في تكدس مروري؟ امتى في اختناق من الباعة الجائلين؟ ده ممكن يبقى في بعض الافراد معروفين يعني. بالظبط كده. فهنا من الخبره بتاعه الضابط اللي بينزل نفس المنطقه، وان انا بحاول اثبته قدر المستطاع في نفس المنطقه، بيقدر يتواجد في الاماكن اللي حضرتك بتقولي عليها، وقت الاختناقات المروريه، وقت كذا وقت كذا، وقت وجود النشالين. هو عارف دي منطقته بالظبط يعني. بالظبط كده. طيب مداخل ومخارج الاسكندريه ولا سيما في الفتره القادمه اخبارها ايه؟ المداخل والمخارج بصراحه احنا الطريق الدولي والطريق الزراعي والطريق الصحراوي يعني عامل كم من الاكمنه وخطه احكام وخطه غلق طبعا قويه جدا جدا جدا، واكمنه، وحتى الاكمنه دي متواجد فيها سيارات نجده وفيها مباحث جنائيه وقوات امن وامن عام. يعني يمكن حضرتك بتلاحظ الكمين اللي عند كارفور، هو فعلا ده من الاكمنه اللي ظاهره لينا كلنا. طيب برضو بما اننا سيرنا جبنا سيره الاكمنه، عايزه اقول التعاون ما بين النجده وما بين مثلا مكافحه المخدرات وما بين مثلا شرطه المرافق، في تعاون ما بين الاجهزه الامنيه طبعا اكيد. طبعا. يعني شرطه المرافق النهارده مثلا نازله تنفذ حاجه، تمام، بيبقى معاها من شرطه النجده، بيبقى معاها من مكافحه الشغب، بيبقى معاها. تمام. هل في تعاون ما بين كل الاجهزه؟ طبعا ده لازم التنسيق ده، في مكافحه شغب وارهاب، في نجده، طبعا. في مرافق، في طبعا، لان ضابط المرافق لما بينزل لوحده في مكان ما ينفعش افتكر قد يحدث تعديات، قد يحدث مواجهه، لازم يبقى معاه سياره نجده، عربيه نجده، لازم يبقى معاه مكافحه شغب، لازم يبقى معاه مباحث جنائيه، لازم ده لازم في تعاون على طول، والتنسيق ده بيتم على طول في المديريه قبل اي لو هننزل مأموريه بيبقى فيها طبعا بنجمع الراي الاول، هل المأموريه دي ممكن يحصل فيها كذا؟ بيحصل، لا بنعمل مأموريه كامله، وبيبقى في تعاون من جميع الاجهزه الشرطيه في المديريه، والاستاذ مدير الامن بينظم هذا الموضوع، وبننزل ان شاء الله بنحقق مجهود كويس يعني. طيب سياده العميد، كلمه اخيره نقولها للمواطن السكندري، وبرضو عايزه اعرف احيانا المواطنين لما بنلاقي مشكله وتضيق صدورنا بالمشكله دي في الشارع او ازدحام، بنقول بعدين هو فين المرور، هو فين الداخليه، هو فين النجده؟ طبيعه المواطن انه بيقعد يقول كده. احيانا بنلاقي رد كده بيطلع من نفوسنا، يعني بنعذركم وبنقول هي النجده ولا الداخليه هيلاحقوا على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ حاجات كتير قوي مخالفه في الشارع وسلوكيات كتير قوي بتضايقنا وبتعطلنا في حياتنا اليوميه. فهل ده بيحصل فعلا؟ يعني انتوا مش ملاحقين المخالفه دي ولا المخالفه دي ولا المخالفه دي؟ وهتعملوا ايه في الايام القادمه؟ هو هقول لحضرتك حاجه، هو طبعا يعني بنلتمس العذر ليه. نسبه المخالفات زادت فعلا جدا، المخالفات المروريه المخالفات المروريه والاشغالات طبعا زادت برضو، ولكن بصراحه في مجهودات قويه جدا 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 من اداره المرور، يعني من اداره المرافق مجهودات عاليه جدا في هذه المجالات، واحنا عمر ما صدرنا هيضيق اطلاقا، واحنا طبعا خلقنا لهذا العمل وخلقنا فداء لمصر. يعني نقول ايه للمواطن؟ المواطن السكندري، اقول للمواطن السكندري رجل الشرطه جارك وابنك واخوك وخلق لهذا العمل، ساعده، لان هو جاي هذا الموقف ربنا سبحانه وتعالى سخره ليقضي حائجه لك، لان لله عباد اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير اليهم فهم امنون مع عذاب النار. ربنا يقدركم في الايام اللي جايه ان شاء الله. وبشكر حضرتك جدا سياده العميد اكرم شعبان، مدير اداره شرطه النجده بمديريه امن الاسكندريه، ووفقكم الله في عملكم في الفتره القادمه. انا عارفه ان هي فتره يعني صعبه وحرجه، وهي بتمر علينا كلنا بصعوبه، لكن ان شاء الله تقدروا تقوموا بعملكم. وطبعا المواطن السكندري والمواطن عموما في مصر ان شاء الله هيساعدكم ويكون جنبكم. بشكر حضرتك. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. مدد 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 ومدد مدد 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 سكي حيلك يا بلد، ومدد مدد 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 سكي حيلك يا بلد، إن كان في أرضك مات شهيد في ألف غيره بيتولد. مدد 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 مدد. الله الله الله.
بلدي يا بلدي يا بلدي، يا حبيبتي راجعة زي طير، يا حبيبتي راجعة زي طير، راجع لأحضان الصحاب، الحضن يم الشوك حرير، يلي فتحتي ألف باب، الحضن يم الشوك حرير، يلي فتحتي ألف باب، يا سينا ما نسينا اللي فات، يا أغلى الذكريات، يا شراع في بحر بينفرات، مدد 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 مدد، الله الله الله. مدد 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 مدد، ستي حيلك يا بلد، إن كان في أرضك مات شهيد، في ألف غيره بيتوالد، مدد 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 مدد، بلدي يا بلدي يا بلدي، هزرع رمالي. رجعنا لكل مشاهدينا مرة تانية. والمواطن المصري الحقيقة عنده مشاكل كتير، بيعاني من حاجات كتير. بعد ما موضوع الكهرباء، وانا دايما موضوع الكهرباء والميه دول بذكرهم لما بلحظهم، المواطن عنده مشاكل في الكهرباء في الميه في حاجات كتير. بعد ما الكهرباء كانت بطلت تتقطع تاني، الحقيقه رجعت اتقطعت النهارده تاني، يعني بعد توقف مثلا حوالي 20 او 25 يوم، الحقيقه عودت مره اخرى لطبيعتها، وعادت الامور لسابق عهدها، وتم قطع التيار الكهربائي النهارده لاكثر من ساعه ونص تقريبا. يعني ما علينا، دي من واحده من ضمن المشاكل اللي المواطن بيعاني منها في مصر عموما وفي اسكندريه. حقيقي في مشاكل اكتر، يعني لما الكهرباء تتقطع والميه يعني هو ماشي، المواطن زي ما بيقول اتعود، انما العيش حاجه مهمه، البوتاجاز وكل ما يتعلق بالغذاء حاجه مهمه. الاسعار لما تغلى بشكل مبالغ فيه جدا، بشكل غير عادي، لدرجه انه انا دايما اقول اللي كان قبل كده بياكل عيش حاف دلوقتي حتى مش لاقي العيش، يعني لا لاقي العيش ولا لاقي اللي كان بيحطه جوه العيش، لان سعر غالي جدا. سعر كل المنتجات الغذائيه والخضر والفاكهه الحقيقه بيطلع ما بينزلش خالص. لو حد عنده اختلاف معايا في كده فورا يتصل بينا ويقول لي لو في حته فيها حاجات رخيصه يقول لنا، عشان بقيه الناس يروحوا يشتروا منها. ازمات المواطن الموجوده المتعلقه باكله وشربه لا زالت مستمره. هنتجاهل موضوع الميه والكهرباء والكلام، دي حاجات بسيطه خلاص، انا بقول المواطن اتعود عليها. خلينا في المشكلات الرئيسيه. في مشكله في الايام السابقه في البوتاجاز، في اكتر من مشكله تتعلق بالسلع التموينيه. كالمعتاد هناخد الرد من المتخصص، واحنا اعتدنا عليه وتعود علينا، وتعود ان صدره يتسع لينا ويحاول ان هو يلبي كل رغباتنا. لو اني دايما بفكر مشاهدينا انه يعني ما بقالوش كتير في هذا المنصب معانا في الاسكندريه، لكن على قد ما بيقدر بيحاول ان هو يتغلب على المشكلات، كله من اجل المواطن والمواطن السكندري. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا العزيز الاستاذ هشام كامل سعد، وكيل وزاره التموين بالاسكندريه. استاذ هشام اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. المواطن طبعا حضرتك يعني عالم بحاله وعالم بمشاكله، غير الحاجات الاضافيه اللي انا قلتها واللي ملهاش علاقه بالتموين. فانا هبتدي واتكلم الاول، رغيف الخبز اخباره ايه في الاسكندريه، والمخابز والمشاكل اللي كانت عندنا قبل كده، ومدى توافره مؤخرا؟ الحمد لله احنا مستمرين في متابعة ملف الخبز، ابتداء من القمح اللي بيدخل المحافظة للطحن لصناعة الخبز مع جميع الخبازين. وهم وعدوني ان شاء الله بعد ما يعني شنيت حملة شديدة عليهم، ومعالي الوزير يعني كان على اتصال شخصي النهارده بيا. امتى كانت الحملة دي حضرتك؟ الحملة دي كانت الاسبوع اللي فات، ونتج عنها ان انا قفلت 10 مخابز واعتبروني ان انا تجنيت عليهم. ليه؟ كان سبب غلق ال10 مخابز ايه؟ كان اشتراطات غير صحيه، وطبعا لا يمكن حد يقبل ان احنا يعني مواصفات الرغيف. لا، اشتراطات غير صحيه، اشتراطات غير صحيه بمعنى ان كان المعجن اللي بيتم فيه العجين كان فيه بعض
الادوات غير نظيفه، الحلل، الصناديق، يعني ممكن يكون الطوايل. في حالات تسمم او امراض بقى كده. والله هي عامة غير صحية، فطبعا دي لها اشتراطات في البيئة وفي في الحي، طبعا بتيجي أكتر من لجنة لازم تتبع الكلام ده كله. فهم اعتبروا ان ده نوع من التزايد مني، رغم ان ذلك ان الكلام ده كله طبعا مخالف للقانون والقواعد. فهم طبعا بعد ما قمت بحملات عليهم وابتديت اطلب الاحياء، اتقفلت 10 مخابز، وسياده المحافظ صدق على الغلق، لان هو طبعا لا يمكن هيسمح بان اي مخبز يشتغل مخالف للاشتراطات الصحيه. هم حاولوا يعملوا بعض المصادمات والاحتكاكات، يعني بفضل برضو جهود العميد عزت عبد القادر، ان هم راحوا هناك عنده والتزموا ان هم هيبتدوا يعملوا لجنه من شعبه المخابز، ان هي اللي هتقوم بنفسها بمتابعه نظافه المخابز، بس على وعد ان انا اتوقف شويه عن غلق المخابز، وان شاء الله يوفوا بالوعد، وان شاء الله هيكون في خبز افضل، وهنمنع التهريب وهنمنع المواصفات السيئه. طيب ازمات البوتاجاز وانابيب البوتاجاز. اولا حضرتك ازمه بنتكلم عن ازمه يعني صدرك يبقى رحب معانا. لا مفيش حاجه ان شاء الله. يعني الازمات كتير، بس احنا هدفنا يعني تلبيه النداء. احنا جايين النهارده هنقدم لكل اهالي اسكندريه بشاير، مش هنقدم ازمات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. يعني ازمه البوتاجاز اولا لها يعني شق كلي وشق جزئي. الشق الكلي ده يعني يعتبر خارج عن ارادتنا، وده كان المفروض ان الحكومه بتعمل حسابها ان في تخطيط وفي احتياجات للمواطنين، وبعد فتره العيد الكبير كان بيبقى بيزيد الاستهلاك، فبالتالي بالتبعيه لازم كان يحصل في تدفقات للمواد البتروليه. والكلام ده كله انا طرحته في اكتر من ميديا، وقلت ان المفروض ان اقل شيء كانت تعمله الحكومه انها كانت تقدم اعتذارها للشعب المصري عن ازمه البوتاجاز، لان ازمه البوتاجاز ليس يعني اقول لحضرتك لا ملهاش لازمه. بحقيقه ما كانش لها لازمه، لان احنا النهارده الحمد لله قلنا ان وزاره التموين بتبتدي تتعافى، والحمد لله بتبتدي تتعافى بفضل جهود الدكتور ابو شادي، لان احنا كان مستلم الوزاره المواطن ما كانش بيحصل على اي سلع من المقررات التموينيه. الحمد لله الشهر اللي فات جميع المحافظات محققه نسب عاليه، يعني المواطن تمتع بسلع تموينيه رز وسكر وزيت بكميات كامله ومواصفات جيده. فما صدقنا. طب والاسعار بقى، يعني الكميات مش مشكله. هننتقل للبوتاجاز بس. طيب عشان احنا في البوتاجاز. طيب فكان المفروض ان احنا ازمه البوتاجاز الجانب الكلي من الحكومه ان هي بتترك علينا الجانب الجزئي ان احنا نجري بقى ونشوف الاسعار. انما النهارده مع وجود الازمه وجود نقص الغاز الصب، ابتدى اصحاب المستودعات وبعض السريحه اللي هم طبعا بيبقوا مخالفين، واللي هم طبعا دايما يخالفوا القانون، بيستثمروا الازمه ويبتدوا في غياب ضعف الرقابه او في غياب بعض ولكن الحمد لله احنا عاملين جهود مشتركه مع شعبه الغاز في الغرفه التجاريه مع سياده العميد عزت عبد القادر. كل الجهود بيحصل فيه تتبع باستمرار. لما بيجي لنا الحصه اذا كانت الغاز الصب اذا كانت بنسبه 60% او 80% او 100%، بنبتدي نعمل تتابع من اول ما السياره بتطلع من المحطه الى ان توصل المستودع، بيستلمها مفتش وبتبقى تحت رقابه مدير الاداره ورئيس مباحث موجود بيحرك الساده الضباط، فبيتم السيطره. اذا كانت بعض الاحياء سجلت فعلا بيع ب 30 جنيه او غيره، فانا هوضحها للناس ان هي ديت عباره عن 5 أو 6 اسطوانات بيديهم صاحب المستودع للسريح علشان ما يقطعش قوت يومه، انما ما بيديلوش الحصه كامله. احنا بنبيع الحصه كامله كلها على الارضيه بالسعر الرسمي، انما هو بيديله السعر الرسمي اللي هو كام حضرتك؟ اللي هو 8 جنيه. انما في بعض لكن السريح ده بيباعها ب 30 جنيه. السريح ده بياخد ال5 اسطوانات دولت، وطبعا بيقول لك انا عايز اعوض يوميتي، انا ورايا مصاريف، ورايا سياره، ورايا حاجه. ففي غياب برضو لان اداره التموين ومفتشي التموين، وانا بوجه لهم الشكر على الجهود اللي هم بيعملوها الحمد لله. وان شاء الله انا ممكن ادي تمام ان شاء الله وتمام قوي ان انا يوم الاربعاء ان شاء الله بعد التنفيذ هيكون انتهت الازمه عندي في اسكندريه تماما. طيب. لان انا حاليا الغاز الصب اتوفر الحمد لله، دي من ضمن البشاير برضو. النهارده بنفذ 120%، والحمد لله جميع المناطق اللي فيها اختناقات. وانا سجلت رقم الشكاوي قبل كده برضو في اكتر من برنامج عندكم علشان نتواصل لو في اي مشاكل تانية في زياده السعر او نقص طيب. الكميه. احنا هنرجع للرقم، بس معانا اتصال تليفوني من السيد زغلول. اتفضل. الو
ايوه اتفضل حضرتك، بس علي صوتك شويه. دلوقتي كنت عايز بس اطلب من السيد وكيل وزاره التموين. اتفضل. اللي انا دلوقتي بقالي 7 اشهر ما استلمتش البطاقه الذكيه، وكل ما اروح لمكتب التموين اللي انا تابع ليه اللي هو الدخيله يقول لي ما نزلش لغايه دلوقتي. المحل اللي انا بستلم منه التموين يا اما يديني سكر ونفيش زيت، يا اما يديني زيت ونفيش رز. يعني بيديك سلعه واحده مش كامله. يعني بيديك سلعه واحده بس. بيديني سلعه واحده وبدفع بقيه السلع كلها. طب انا هستأذن حضرتك الاول تسيب لنا العنوان، عنوان المحل ده. عنوان المحل ده؟ لا بلاش على الهوا عنوان المحل، عنوان المحل سيبه لنا في الكنترول تاني. ماشي. عشان المحل يحاسب بس، ده اولا. ماشي. لانه بيودي السلع فين، دي مش بتاعته. رقم 2 المنطقه اللي حضرتك تابع لها، وهتعرف دلوقتي هتستلم البطاقه الذكيه امتى، لان دي كانت بشرى جديده لاكتر من منطقه في اسكندريه. فحضرتك في اي منطقه ساكن؟ انا ساكن في الهانوفيل. في الهانوفيل. تبع مكتب تموين الدخيله. طيب تبع مكتب تموين. تبع تموين الدخيله. تبع مكتب. طيب انا هستأذن حضرتك بس ما تقفلش وارجع سيب لنا العنوان جوه في الكنترول. ماشي. وتابعنا بس، يعني ما تقفلش التلفزيون، تابعنا. طيب احنا هنروح لمشكله بطاقات التموين حالا والبطاقات الذكيه والكلام ده كله، بس انا عايزه رقم الشكاوى مره تانية. وبرده يعني حته ان انا ممكن اخد الانبوبه ب 8 جنيه وممكن اخد هيها ب 30 جنيه، مش كل الناس قادرين يدفعوا 30 جنيه. يعني قبل ما حد يتصل بينا ويقول لي كده انا بقول لحضرتك مش كل الناس تقدر تدفع، او اللي هيعدي عليا ب 30 طب انا عايزاها ب 8 معيش فلوس. لا بس هي على فكره هي 80%. يعني السريح ده الست اللي هيوزعهم دول ممكن الناس ما تبقاش قادره تدفع برضه، يعني لا. الناس عايزه تاخدها بالسعر الرسمي. ما انا بقول لحضرتك هي النهارده لما بتيجي السياره اذا كان فيها 400 او 500 اسطوانه 80 او 90% منهم بيتباعوا ارضيه، يعني بيتباعوا بالسعر الرسمي، ولكن السريحه دي طبعا عشان وراهم التزامات بيوت ووراهم حاجات لازم تطلعي له جزء، فطبعا هنا المفتش بيبقى مركز ان هو 80% او 90% من الكميه دي تنباع بالسعر الرسمي، وبيترك ال5 اسطوانات لكل سريح من دولت علشان يبتدي يوزعهم. فبعض منهم طبعا بيغالي وبيروح بيبيعها ب 30 جنيه، وانا بعترف بهذا، ولذلك انا طلبت ان احنا لازم نطبق مشروع البنات، لان مشروع البنات ده مشروع رسمي، لانه هو في الحاله ديت بيلزم السريح بالسعر زائد المشال فقط لا غير. طيب انا برضو عايزه اقول لحضرتك جات لنا شكوى حالا في شارع 20 امبارح الانابيب اتباعت ب 40 جنيه. لا شارع 20 امبارح دي جايه لنا حالا على الهواء اتصال تليفون. اللي موزع الحاج ربيع بنفسه اللي هو رئيس الشعبه، ووزعها ب 8 جنيه، واذا كان في واحد او اتنين اشتروا بالسعر ده خدت بال حضرتك باعوها ب 40 دي مواطن. لا زي ما بقول لحضرتك 80% من الحصه او الكميه اللي وصلت اتباعت بالسعر الرسمي. طيب يا جماعه اللي بيتابعنا واشترى الانبوبه امبارح او غيرها ب 40 جنيه او باكتر او باقل فورا يكلمنا، لان احنا دي اتصالات تليفونيه يعني بتجيلنا. طيب رقم الشكاوى 48 73 715 48 73 715. طيب هل نطمع بعد كده انه موضوع السريحه ده ينتهي بس مش نقضي عليهم، لا يعني نشغلهم في حاجه تانية او يبقوا تابعين لينا فيبيعوا بالسعر الرسمي؟ لا خلاص حضرتك انا خلاص يعني ما انا برضو عايزاهم ياكلوا ويشربوا ويعيشوا. السريحه دول يعني بني ادمين حقهم مواطنين مصريين. لا هو يوم بس هل من الممكن احتوائهم وتشغيلهم معانا في المنظومه؟ هو يوم الاربعاء ان شاء الله، يعني بكره انفذ حصه بكره وحصه يوم الاربعاء هيبقى انتهت خلاص الازمه، مش هيبقى في اي مشاكل خالص، وهيرجع الغاز يمشي طبيعي خالص، وهو هيبتدي ياخد 30 او 40 انبوبه، هيبقى هيكسب في الانبوبه الهامش الربح الطبيعي، فمش مش هيوصل لل 30 ولا 40 جنيه خالص. اصل هو اللي بيخليه يوصل لكده ان هو بدل ما كان بياخد 30 اسطوانه فبياخد 5، فهو بيحاول يعوض خساره ال 30 40. انما النهارده بعد كده لا، لو خد حصه بقى هيبتدي يوزع، لو اتمسك بقى بعد كده هيبقى فيه عقاب شديد جدا، لان احنا دلوقتي هنبتدي هنسلط الضوء عليهم اكتر من الاول، انما خلاص الحمد لله يعني معظم المناطق كده تم توفير احتياجاتها. يعني بعد بكره او على الجمعه القادمه ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله عندنا نسب تنفيذ عاليه جدا هتعوض كل الاختناقات اللي فاتت دي كلها، ونامل الا تتكرر هذه الاختناقات طبعا ان شاء الله. نامل ان الغاز الصبي يفضل ممتد وناخد حصصنا كلنا محافظات، لان احنا ما دخلناش لسه في الشتاء نهائي علشان تحصل. انا عايزه اقول على كده في مشكله بعد كده في السخانات مثلا، في مشاكل كتير، وبعدين احنا في دراسه، في نظام حياه يوميه بالنسبه للطلبه وبالنسبه للاكل وبالنسبه للشرب. حضرتك مشكله البوتاجاز ليها شق كلي وشق جزئي. شق كلي ان المحافظه لازم تاخد حصتها، لو المحافظه خدت حصتها كامله وحصل فيها ازمه يبقى مسؤوليه محافظ الاقليم مع الجهاز التنفيذي. انما لو ما خدتش حصتها تبتدي تماما
ان انت هتجد تخبيط للصبح، لان كله هيرتبك. انت النهارده كله هيرتبك، لان هتبقى في احتياجات زياده وفي كميات اقل، لازم كله هيرتبك. يعني انا هعيد الكلام اللي قلته في المقدمه، احنا محتاجين نرجع للوزاره ورئيس الوزراء وشويه تنظيمات يعني. بالظبط. انا حاسه ان احنا محتاجين نرجع للاصل لازم اكتر يعني. التخطيط الكلي يتوازى مع مش مع بنتكلم التنفيذ. على مستوى محافظه، احنا بنتكلم على ان الحصه ما وصلتش للمحافظه اصلا. لازم التخطيط الكلي يتوازى ويتمشى مع التنفيذ الجزئي. يعني لما كل دي بدايات لرئيس الوزراء، ارجو ان هو يلتفت لينا. معنا اتصال تليفوني، مدام نعمه اتفضلي. ايوه لو سمحتي، انا ساكنه في منطقه ابو يوسف في العجمي. دي تابعه برضو للدخيله حضرتك؟ لا أيوة. ابو قير يا فندم. ابو قير ولا ابو يوسف؟ الهانوفيل. الهانوفيل ابو يوسف. ايوه ابو يوسف. طيب يعني تابعه لمنفذ الدخيله. اتفضلي. دلوقتي انا بقالي اسبوع ما فيش انا بوتاجاز خالص. انبوبتي خاصه بقالها اسبوع، مفيش حد بيعدي. العربيات بشوفها مليانه وبتيجي بتنزل انابيب ومحدش برضو بيعدي. بتنزلها طب لمين العربيات المليانه؟ ما بتعديش. انا العربيات المليانه بتروح فين بالانابيب؟ انا ما اعرفش بتروح فين. وبعدين في حاجه، انا دلوقتي ساكنه في ابو يوسف. الشارع اللي قبليه اللي هو ابو يوسف الجديد كله دخله غاز طبيعي، والشارع اللي بعدينا برضه كله غاز طبيعي. انا في شارع ابو يوسف القديم ده ما فيهوش غاز. طب ليه الشارع اللي قبليه دخله غاز طبيعي واللي بعديه ودوت ما دخلوش؟ اتصور ان المشكله دي يعني ممكن يا مدام نعمه يعني هنعالجها، بس احنا عايزين لها حلقات عشان نشوف الشارع. بس يعني هنجاوب عليها دلوقتي. بس اتصور ان دي حلها، عشان اكون صريحه معاكي، مش بكره ولا بعد، عشان نخطط يعني انا بقول لك بصراحه، يعني قبل ما المسؤول بيجاوب، انا الحقيقه بتبرع بالاجابه. يعني دي مشكله هنعرف سببها ايه وممكن نعرف حلها ايه، انما ان انا اقول لك بكره هيحفروا ويمدوا الغاز ويوصلوا الغاز، يعني يا رب ده يبقى قريب، لكن مش بكره ولا بعده. يعني خلينا نحل مشكله اسطوانه الغاز الاول، وبرده حضرتك تابعينا يعني هتسمعي، ربما يكون في حل وانا ما اعرفوش. بشكرك جدا يا مدام نعمه. شكرا. عمليه يعني صحيح الشارع اللي قبلها واللي بعدها حاجه تضايق والله. ما انا قلت لحضرتك لا، عمليه المد دي فعلا ده ارث النظام السابق بتاع مبارك، واللي فشل فيه نظام الاخوان ان هم يغيروا اي حاجه وما كانوش هيغيروا. حضرتك حتى لما جم يمدوا الغاز الطبيعي كانوا بيمدوا في الاحياء الغنيه، ما كانوش بيمدوا في الاحياء المتوسطه او الفقيره. فهنا برضو اللي هو عدم توزيع في العداله وعدم تجانس. يعني كانوا بيوصلوا الغاز ده كان خطه الدوله للاحياء الغنيه والاحياء المتوسطه او العاديه ما نوصلهاش غاز. ده المفروض العكس. ايوه معلش، ده احنا لو هنفرق المفروض اوصل للاحياء، مش عايزه اقول الفقيره ده غياب التخطيط. ده غياب التخطيط لدرجه ان انا عندي شقق كامله في العجمي مغلقه وموصل لها غاز طبيعي. هو المفروض الغاز الطبيعي ده حق اي مواطن في يعني ما هو غياب التخطيط، يعني سواء مغلقه او مفتوحه. لا غياب، هو ده كل ده غياب ده التخطيط. ابسط الحقوق. عشان اقول لحضرتك هو غياب التخطيط، هو بيؤدي وسوء التخطيط بيؤدي بينا للتخبط. طب المشكله دي يعني انا مش هقول حلها، بس دي ممكن تتحل قريب مثلا. لازم نتنبه للموضوع. طب هل دي مشكله حلها على مستوى المحافظه ولا مشكله حلها اكبر من مستوى المحافظه؟ انا قلت لحضرتك، انا من اول ما جيت وانا بتلمس وبتحسس كل مشاكل المحافظه. ادي من ضمن المشاكل اللي انا لقيتها برضه هنا، عمليه المد ما فيهاش توزيع متجانس. الاحياء اللي هي اكثر احتياجا والاكثر كثافه سكانيه والمقيمين فيها بتلاقي فيها بوتاجاز ما فيهاش غاز طبيعي، واللي هو اهلها مغادرينها وبيجي يقيم شهر واحد بتلاقيه عنده غاز طبيعي. وده من ضمن الحاجات اللي هي غير منطقيه خالص. والاحياء الغنيه تلاقي فيها غاز طبيعي، الاحياء الفقيره والاكثر احتياجا تلاقي فيها بوتاجاز. وده برضه وما يلاقوش الاسطوانه. دي مشكله ثانيه، يعني هي بتقول بقى لي اسبوع بيبقى عرضه في اي وقت ان هو بيبقى فريسه. طيب. للسريح دوت اللي زي ما انت حضرتك شفتي. طيب اللي بقى لها اسبوع ما جالهاش اسطوانه، واللي اشترى الاسطوانه ب 30 و40، واللي ما لقاش خالص، يعني منافذ توزيع الاسطوانات في الفتره القادمه. لا خلاص، احنا تقريبا هي اللي عندي في اسكندريه مناطق بسيطه جدا زي ما قالت حضرتها يمكن هي مثلا مروا عليها. هي ساكنه في ابو يوسف، واضح ان العجمي ابو يوسف والمنطقه دي ان شاء الله. كل المناطق دي اول ما بتوفيني بالنقص والعجز ببتدي اوفر ان شاء الله واسدد الاحتياجات. الحمد لله يعني توفر عندنا الغاز دلوقتي، وهنقدر ان شاء الله زي ما وعدت كده يوم الاربعاء هتكون انتهت المشكله ان شاء الله. طيب خلينا نقول منافذ البيع في حي المنتزه. اولا هو دي طبعا من ضمن ان شاء الله المشروعات اللي المفروض ما كانتش يتم ارجائها، ولكن طبعا النهارده انا كنت شغال في اكتر من ملف، وكنت عايز الملفات كلها ما تتعطلش.
فده من ضمن ادي ازمه البوتاجاز عطلت ملف اللي احنا كنا بنشتغل ملف فيه ده، آخر. اللي هو ملف ضبط الاسعار، بعيدا عن التسعيره الجبريه، بعيدا عن التسعيره الاسترشاديه، بعيدا عن اي حاجه لا تمس الواقع. انا بتكلم على ان احنا النهارده علشان نضبط الاسعار، بمعنى ان انا امنع الغلاء اللي موجود ده كله، لازم ده بعمل في اسعار السلع عموما كده عامة. بنعمل مجموعة من الجهود، ووضحت للكل وقلت ان سبب الغلاء اللي عندنا هي حلقات التداول في كل سلعة. هو عبارة عن مجموعة من الوسطاء، لان مستلزمات الانتاج الفلاح بينكوي بيها، المربي بينكوي بيها، انما النهارده جميع السلع بتؤخذ منه بابخس الاسماء، وتيجي حلقات التداول هي تبتدي تسعر بالزياده. وعلشان كده انا النهارده قدمت مقترح لمعالي الوزير المحافظ ان احنا هنعمل جهود من المحافظه، ان احنا مفعله هيشترك معانا فيها مباحث تموين، هيشترك معانا فيها الجمعيات التعاونيه، هيشترك معانا فيها جهاز حمايه المستهلك، المجتمع المدني، كل المواطنين لازم يشتركوا. هنبتدي رؤساء الاحياء، هنبتدي نعمل في كل حي 4 شوادر او 4 مواقع. هيبقى كل موقع في اليوم دوت هيبقى هنوفر فيه اولا عربيه عيش مكيس مجهز بمواصفات جيده جدا لمده يوم واحد شادر. هيجي عندنا تاني برضو المجمعات الاستهلاكيه هتنزل سلع غذائيه، لحمه وسمك وبيض، وهتنزل برضو مجموعه من الجبن ومنتجات غذائيه عامه. وهنبتدي برضو نجيب عربيه. طيب انا عربيه من هستأذن حضرتك الغاز. نقول على الاماكن وعلى المواعيد، واظني مكتوب قدامنا على الشاشه المناطق المختلفه وانواع السلع، عشان المواطن اللي بيتابعنا يا اما يكتبها يا اما ياخد باله. ان شاء الله. انا ابتديت النهارده، وكان الحمد لله يعني بفضل جهود برضو جمعيه الايمان في السفن في منطقه العمريه النهارده، والاستاذ سعيد حسن بيودي لهم كل يوم 2 سياره. السياره ديت فيها مجموعه من السلع برضو، لحوم وسمك وسلع غذائيه، جبن وخلافه. وانا باسعار طبعا منضبطه، باسعار منخفضه، لان هو كده المجمعات الاستهلاكيه احنا قعدنا واتفقنا معاها ان لازم تؤدي الدور المجتمعي، ان هي ما تبيعش باسعار السوبر ماركت. وانا اكدت على الموضوع دوت، ولازم هتبيع اقل من السوبر ماركت ان شاء الله. هيبقى في تخفيضات جيده، وهو وعدنا بكده وهننفذ. واحنا برضه بنطلب من كل الحركات الشبابيه، الحركات الثوريه، انها تنضم معانا. النهارده ده عمل منسق، عمل تنسيقي. مش هنطالب باي حد ان هو نقول له. اولا جمعيات حمايه المستهلك لازم تشترك معانا، سيدات المجتمع النهارده لازم يشتركوا معانا كمان، ان النهارده لازم تقفي معايا، ولو لقيتي اي جشع في اي مكان لازم نتراجع عنه، لان احنا اصلا لما بنشتري منهم بالاسعار المغالى فيها دي كلها احنا بنزود بنديهم فرصه. فلازم يبقى في جهود مجتمعيه اكتر منها جهود للدوله لوحدها، ونقول الدوله سايبه المواطن للغلاء. احنا النهارده بنعمل جهود تنسيقيه، بننسق جميع الجهود مع بعضها، مش هنكلف حد حاجه. بنقول لازم لحلقات التداول دي لازم تشتغل. النهارده حضرتك انت لو جبت السلع ديت باسعار مخفضه، جميع المحلات اللي بتعرض باسعار غاليه هتجبر على انها تنزل اسعار. طيب حضرتك لضيق الوقت بس احنا عايزين نعرف الايام القادمه، الثلاث، الاربع، الخميس، الجمعه، لو في منافذ معينه لسلع هتباع باسعار طبعا جيده. هي فعلا موجوده امامنا على الشاشه، بس عايزه حضرتك تقول. ان شاء الله احنا السيد رئيس حي المنتزه تفضل وحدد لنا مجموعه من الاماكن. هو طبعا احنا مش يعني الاسبوع ده طبعا ازمه البوتاجاز بددت جهودنا خالص، فاحنا ان شاء الله هنبتدي نركز ان شاء الله ابتداء من يوم الاحد القادم. عندنا منفذ هيبتدي يوم الاحد ان شاء الله امام مبنى حي المنتزه يوم الاحد. يوم الاثنين ان شاء الله شارع النبوي المهندس بجوار مسجد الفرج. يوم الثلاث هنبتدي ابو قير امام محطه القطار. يوم الاربع عزبه محسن الكبرى ان شاء الله. يوم الخميس خورشيد بجوار مسجد السلام مع المحموديه امام عزبه الرحمه. يعني من يوم الاحد ليوم الخميس ان شاء الله هيبقى في شادر اليوم كامل. هنوفر فيه عيش مكيس، هنوفر فيه مجمعات استهلاكيه هتوفر لنا بعض السلع،
هنجيب كمان في بوتاجاز علشان ندعم المنطقه كمان لو هي محتاجه، بحصص ازيد من وفرات المحطات. طيب طبعا احنا هنتابع مع حضرتك في الايام القادمه ايه اللي هيحصل في المنافذ دي ان شاء الله. طبعا انا قبل ما اشكر حضرتك بس لدي يعني سؤال في غضون دقيقه. البطاقات الذكيه اللي كتير من مواطنينا في منطقه الدخيله قالوا ان هم بقالهم كتير ما استلموهاش، وطبعا المحل اللي اتصل اسمه السيد زغلول اتصل واعتقد ان هو ساب لنا العنوان، ما بياخدش غير سلعه واحده، طبعا ده هيحاسب اكيد. طيب بالنسبه للبطاقات الذكيه يعني اصحابها هيستلموها امتى وتحديدا في منطقه الدخيله؟ ان شاء الله احنا طبعا انا هشرح للمواطنين هنا بالظبط. احنا عندنا بالظبط في اسكندريه عندي 850,000 بطاقه تموينيه. ال 850,000 بطاقه تموينيه دولت بالظبط كده بيتمتع يعني بيتمتع بيهم حوالي 3,900,000، يعني تقريبا 80% من سكان الاسكندريه بيحملوا بطاقات تموينيه، ودي حاجه جميله. انا عندي من ساعه ما توليت المنصب في مديريه تموين اسكندريه عندي كل المشكله في 147,000 بطاقه ورقيه، لان الشركه كانت اثناء الثوره استلمت بعض الاستمارات وتم اتلافها او ضاعت، والشركه كانت توقفت عن العمل. فاحنا دلوقتي ابتدينا نستعيد النشاط تاني، وابتدينا حاليا دلوقتي انتهينا من حوالي 60,000 امبارح الحمد لله، او وصلنا اكتر من 65,000 كمان من ال 147,000. وانا ببشر بالذات النهارده اهالي الدخيله، وبفضل المجهود المحترم اللي بوجه الشكر للسيده الفاضله الاستاذه سلوى ومجهود العاملين بالمكتب، ان هي هتسلم ابتداء من بكره 14,000 بطاقه تموينيه ورقيه اتحولوا الى بطاقات مميكنه. وده يعني ان شاء الله على نهايه شهر 12 هكون انتهيت تماما اسكندريه، تبقى جميع البطاقات التموينيه مميكنه وليس لدي اي بطاقه ورقيه ان شاء الله. استاذ هشام، في مجموعه من الموظفين هيروحوا يساعدوها، وارجو ان اذا كان في حد من المتطوعين يشترك معاه علشان يحصل سهوله ويسر، لان ده 14,000 هيروحوا. فعايزين نظام وعايزين دقه وان شاء الله، ويبقى في تعاون ويبقى في يعني مفيش ارتباك للعمل ان شاء الله. استاذ هشام كامل سعد وكيل وزاره التموين بالاسكندريه، بشكر حضرتك جدا، وللحديث بقيه، وقتنا النفس كالمعتاد، لكن لازالت الشكاوى والطلبات لدى المواطنين مستمره. ان شاء الله هنلتقي قريبا. شكرا لحضرتك. ان شاء الله. رجعنا لكل مشاهدينا مرة تانية، بنتواصل مع حضراتكم من خلال لقاءاتنا النهاردة وموضوعاتنا، وهنرجع للحوار بعيدا عن السلع التموينية والمواد التموينية والكثير من المشكلات اللي بيعاني منها المواطن المصري عموما وليس السكندري، ويمكن احنا ذكرناها وسردنا أكثرها في اللقاء الماضي. خلينا نتكلم عن المشهد السياسي والأوضاع الأمنية المختلفة، لا سيما ان احنا في حالة ترقب ليوم الجمعة القادمة والأيام القادمة اللي هتكون
هتكون من غير ساعة معينة نبص فيها ونرجع البيت قبلها، اللي هتكون من غير إحساسنا بقانون الطوارئ. لو اني قلت كتير جدا من الناس البسطاء اكتشفت النهارده ان هم يعني بيقولوا يعني قانون الطوارئ وحظر التجوال، الحقيقة هم يعني ناس كتير مش فاهمه، هم بسطاء بطبيعه الحال، فانا مش بلومهم او بغلطهم، لكن هم مش فاهمين لان هم مترقبين وقلقانين. يا ترى طب ايه اللي هيحصل؟ طب الايام القادمه هتحمل الينا ايه عن المشهد السياسي وعن الايام القادمه؟ اسمحوا لنا ناخد اكتر من راي، واسمحوا لنا نستمع ونرحب لضيفنا العزيز الاستاذ نبيل ابو شال، مدير مكتب جريده المصري اليوم بالاسكندريه. مساء الخير يا استاذ نبيل، واهلا بك معانا. استاذ نبيل، عندنا حاله من الترقب، مش احنا بس، احنا بننقل الحاله اللي الناس بره شعر بيها. عندنا حظر تجوال المفروض هينتهي بعد يومين، عندنا بالتالي معاه يعني ملازم ليه قانون طوارئ هينتهي، عندنا احساس بانه ممكن يبقى فيه انفلات مره تانية، برغم ان الحقيقه الجهات الامنيه يعني على قد ما تقدر عشان ما نثقلش عليها تحاول ان هي تقوم بدورها على قد ما تقدر ويمكن اكتر شويه، الا ان احنا عندنا حاله ترقب ومش هينفع يتمدوا تاني الا باستفتاء شعبي، وده امر مش وارد لان بعض الناس اصابها حاله من الملل والزهق ومش عايزه اي حظر ولا اي فرض ولا اي حاجه. تعليقك ايه على المشهد برمته يعني؟ لا، هو ما فيش ما يستدعي الخوف بتاع الناس ولا الترقب في حد ذاته. بالنسبه للقانون تظاهر خلال ساعات هيكون موجود، واعتقد ده برضه هيريح المشهد كتير اللي موجود دلوقتي، لان احنا عندنا هوجة مظاهرات ومسيرات كلها بتشهد عنف. فقانون تظاهر هينزل لكن قانون طوارئ مش هيتجدد. وعشان برضو نكونوا يعني اكثر دقة، احنا ما عندناش قانون طوارئ على فكرة. اللي كان موجود هي حالة الطوارئ، دي بتختلف خالص عن قانون الطوارئ. قانون الطوارئ ما كانش موجود وما كانش مستخدم، مسألة حظر التجوال دوت كان بيستخدم فقط ان انا بستخدم الفترة اللي بتكون الدنيا كلها فاضية فيها عشان اقدر ضبط المطلوبين على ذمة قضايا، وكلنا وضبط قضايا كثيرة يعني وتم ضبط البلد عموما. وبالتالي بعد ما كلنا طبعا لامسين التطور اللي موجود في الحالة الأمنية اللي طبعا أكيد كلنا حاسين بيها، يعني مش ممكن ده يكون المشهد من شهرين أو من 3 شهور. لا طبعا المشهد اختلف تماما، فما بقاش فيه ما يستدعي حظر التجوال. ويمكن بالفعل النهارده الحكومة لسه من ساعات رفعت حظر التجوال من جنوب سيناء، شرم الشيخ اترفع مخصوص برضو بناء على طلب من وزير السياحة. فعلى ما اعتقد ما احناش محتاجين قانون العقوبات فيما يكفي اكتر من قانون. ما احنا قلنا قانون العقوبات يعني هو موجود وحاجات كتير قوي موجوده بس ما بيطبقش. وفي عندنا قانون تظاهر كمان من ايام الملك موجود، بس هل هي بتطبق؟ يعني هل قانون العقوبات كاملا بيطبق؟ لو كان بيطبق كاملا ما كناش احتاجنا لا لحظر تجوال ولا كنا احتاجنا لحاجه. ما دي بقى المشكله اللي احنا نتكلم فيها، يعني الناس ما فيش ما يستدعي ان هي تترقب وتخاف، لكن انا اللي خايف منه الحكومه الرخوه. يعني انت ليه ما بتطبقش؟ يعني المظاهرات اللي في الجامعه دي لحد امتى؟ الحقيقه الكلام ده انا قلته في بدايه الحلقه ان احنا لحد امتى محتاجين شويه قوه وقرارات من الحكومه. انا عايز اشيد بجامعه اسكندريه فصل 15 اللي امس دكتور اسامه ابراهيم فصل 15 احتجزوا وكلاء بتوع الكليه، يمكن كليه العلوم على ما اعتقد، وفيهم موظفين وطلبه. وطبعا جامعه الازهر قبل منها. الطالب لو كنت انا قوي وهعلن ان هو ياخد 2 ايقاف او فصل، على ما اعتقد ان كله هيخاف. لكن الحكومه الرخوه اللي انا اتمنى، يعني اللي عندي معلومات وعلى مسؤوليتي الشخصيه، ان عن قريب احتمال كبير جدا انها تتغير، وربما يكون الجنزوري ايضا تاني هو رئيس الحكومه، وربما يكون المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان هو ايضا ممكن مرشح انه يكون رئيس حكومه. دي يعني معلومات. على ما اعتقد لو قلت ان الحكومه فشلت ان هي تواكب ثوره 30 يونيو انا ما اخطاتش، والشعب كله ده نبض الشارع. انا هي الحقيقه فعلا المواطنين لديهم الكثير من التعليقات. انا عارف ليه؟ وانا يمكن دي او اقول لحضرتك ليه. في منهم كتير بينتموا الاحزاب او بينتموا على ما هم بيقولوا ان هم ثوار، او مش هدخل برضو ادخل تاني يونيو و25 يناير، لا خلينا بعيد، بلاش ناخد في هذه المنطقه. في بعض منهم بيخاف ياخد قرارات
حازمه، سواء مع المظاهرات في الجامعه او سواء مع المسيرات بتاعت الاخوان في الشارع اللي بيكون فيها عنف وبيكون فيها اسلحه وقتلى، اللي بتخلف قتلى في كل اسبوع، لان هو خايف على نفسه، هو ان هو بيقول لك انا ما اتحملش هذا القرار، او خايف على حزبه اللي بينتمي اليه، وفي يمكن معظمهم من حزب الدستور. يا سيدي لو انت خايف على نفسك او خايف على حزبك، اتفضل اتوكل على الله ونجيب حد بيتكلم باسم الدولة. انت وزير لدولة مش لحزب ولا لشخص. فان كنت انت خايف تاخد قرار حازم، من فضلك اتكل على الله وسيب المكان لحد قادر قوي ان هو ياخد قرار لمصلحة البلد كلها، وهتتلاشى شخصيته ويتلاشى حزبه في مصلحة البلد. كلام منطقي 100%. وخليني اخد من كلام حضرتك، قلت احنا مش محتاجين لا لحظر التجوال ولا لحالة الطوارئ ولا لأي شيء، عندنا قانون العقوبات وفي غضون أيام سيظهر قانون التظاهر. الناس عندها تخوف من قانون التظاهر، لأنه من الممكن في يوم من الأيام أنه مجموعة أفراد أو أي فئة عندهم مطالب معينة، مطالب شرعية من حقهم، أو حتى لو مش شرعية لكن عايزين يعبروا عن رأيهم، سواء رأيهم ده غلط ولا صح، مش بناقش في رأيهم، لكن الناس متخوفة أنه ممكن في يوم من الأيام أي حد عايز ينزل يقف ويعبر بشكل سلمي فعلا وحقيقي، مش سلمي زي اللي بنشوفه اليومين دول، سلمي حقيقي، يعبر عن رأيه ويطلب مطالبه ويكون مظلوم مثلا، ما يقدرش في ظل قانون التظاهر جديد كل الناس مترقبة ان هو يعبر عن رأيه. طب يعني بداية بس لازم نقول ان العالم كله في قوانين، ده مش منع التظاهر، اسمه تنظيم لا التظاهر. انا بقول الناس مترقبة الآن خايفة. انا بقول مش كل الناس على فكرة، عشان بس نكون الناس بس ده نبض موجود، ده نبض موجود بس صغير جدا. وعايز اقول ان دي نفس الناس ديت اللي كانت بتحوم حواليها الشبهات والاتهامات بان هم ورا مؤامرة 25 يناير صراحة كده، لكن الشعب كله مع الاستقرار مش مع هذه المظاهرات. طبعا طبعا. اللي عنده حق وعايز يتظاهر مش هيغضب طالما هو في شيء بينظم هذه العملية، لكن الناس اللي عايزينها فوضى لا، انا ما اعتقدش. انا اعتقد وانا مسؤول عن الكلام ده 90% مع الشعب، من الشعب 90% ولا ابالغ مع تنظيم التظاهر، العمليه تكون مقننه، ما تكونش بهذه الطريقه الفوضويه. مش يعني اي حد احنا كل شويه احنا كل شويه تعطيل مرور، تعطيل مصالح الناس، تهديد ارواح الناس، تهديد ارواح الناس، تهديد المواصلات العامه، لا قطع الطرق، ما ده يعني هي عايزينها فوضى. لما نعمل تنظيم، في ناس عندهم اهداف في الوقت الحالي في مصر ان هي تبقى فوضى، يعني في فئات بيسعوا ان هي تبقى فوضى. طبعا كلنا عارفين الفئات دي مين، والتابع لهذه الفئات عندهم طموحات وامل ان هم يفشلوا كل مؤسسات الدوله، فعندهم يعني انا شايفاه خيال مش هيحصل تقوم ثوره تانية ويرجع حد مش هيحصل خلاص. احنا قلنا 100 مره الساعه مش هترجع تاني. انا مبسوط، بس مش عارف انت حضرتك بتقصديها ولا لا. هي ثوره تانية، احنا ما عندناش غير ثوره واحده، هي 30 يونيو دي ثوره شعب. انما 25 يناير انا قلت وبعيدها وعلى مسؤوليتي الشخصيه، احنا قلنا 25 كانت مؤامره مش على مصر بس، دي كانت على المنطقه كلها، شارك فيها الطابور الخامس، شارك فيها ناس كتير، ولكن وبحطها بين قوسين ولا بد ان احنا نقولها، انساق وراها كتير ناس بسطاء، ناس كانوا مطحونين، عشان ما نظلمش ونقول كل الناس. طب انا خليني اقول حاجه، 25 يناير كانت ثوره شعب والبسطاء، 28 يناير 30 يونيو ثوره شعب، لا غير 30 يونيو طبعا ده موضوع تاني. انا بتكلم في 2011 هي كانت مؤامره، انساق وراها بعض. انا بقول المؤامره حصلت يوم 28، لكن 25 كانوا البسطاء اللي نزلوا معاهم يوم 28 ما كانوش يعرفوا حجم المؤامره، يعني دي اللي كانت المؤامره بقى تكشفت فيما بعد. انما 30/6 دي كانت دي ثوره شعب، ده ثوره شعبيه فعلا. ومفيش على فكره يعني لما اجي اعمل مقارنه انا برضو كنت منساق معاهم، من ضمن اللي كانوا منساقين، ما كنتش اعرف المؤامره ولا ابعادها بعد ما تكشفت. لكن لما باجي اقول ان مع 30 ان مليون كانت باينه، طب لا ما كانش حد، لا والله كانت باينه 25 ل 30 مليون بينزلوا في اكتر من 26 محافظه بهذا الحجم. وتعالي شوفي ان الثانيه 25 يناير في السويس، في اسكندريه، في القاهره فقط لا غير. اسكندريه في القائد ابراهيم، السويس في ميدان الأربعين، والقاهرة في ميدان التحرير. ميدان التحرير لما جم مطروه بيشيل 183,000، لو قلت 200,000
جامع ابراهيم القائد قالوا إبراهيم. بكل مداخله ومخارجه 183,000. بالدراسات الهندسيه هم لو قالوا 250,000 شخص او 250 شخص ده بالعافيه، وده يقفوا ما يقعدوش، تمام. ده يبقوا واقفين يعني. لكن كان وراها الاخوان المسلمين، كان طبعاً، وراها الاخوان طبعاً. لسبب ميدان الاربعين لغايه دلوقتي. شوف السويس عامله ازاي بالاخوان، اسكندريه تاني معاقل الاخوان، وطبعا كنا عارفين وضعهم في اسكندريه ايه، والقاهره كان بيتم الحشد بالعربيات زي ما كنا بنشوفهم، اللي دلوقتي خلاص مش قادرين يعملوه، فقدوا مش قادرين، القدرة فقدوا نهائياً القدرة على الحشد، وفقد التعاطف في الشارع كمان. طيب امال ايه موضوع الطلبه؟ يعني في برضو بعض الاراء بتقول انه الطلبه دول يعني الحكايه مش ماشيه كده، لا الطلبه اللي بنشوفهم في الجامعات واللي بيحصل والاعمار الصغيره من الطلبه والطالبات دول يعني هي ممنهجه منظمه طبعا يعني لا زال حته النظام دي موجوده سن، مع انهم فقدوا القدره على الحشد نهائيا. بس مش هي بنفس الدرجه، ما هي المشكله هي قلت طبعا، لا ما فيش نسبه ولا تناسب، انما برضو مظاهرات الطلبه ممنهجه ومنظمه. أيوة. يعني مدروسه. لا مش يعني لو كانت منظمه او كانت ممنهجه كانت تبقى بصوره اكبر من كده، لكن هي عشوائيه، طلبه بينهم وبين بعض. يعني هل مفيش حد بيحركهم؟ لو بيحركهم، وبرضه على مسؤوليتي بعض الاساتذه اللي بيشجعوهم. ماشي، بس نعرف مين اللي بيحركهم، يعني الناس تبقى عندها فكره مين اللي بيحركهم. يمكن انا ما اعتقد ان في عميد طب لسه متحول للجنايات ومعاه مجموعه طلبه في احدى الكليات، وفيه كليه تربيه برضه وكيل كليه، او يعني لا في طبعا في اساتذه، واعتقد ان الطالب مش هيكون عنده هذه الجرأه الا لو حد مشجعه، حد ويكون استاذ، هو يكون ضامن ان هو ما فيش حد هيعاقبه، طالما امن العقوبه فهو ممكن يعمل اي شيء. طيب في جدل كتير مرة تانية، الجدل ده الحقيقة مش أول مرة نقول أو نتناقش فيه، نخلي مجلس الشورى ولا نلغي مجلس الشورى؟ مجلس الشورى ليه وظيفة ولا وظيفته استشارية فقط، ولا ملوش لازمة ودي مصروفات زيادة؟ برضو تعليقك إيه؟ لا طبعا أنا مع إلغاء مجلس الشورى، مصروفه عبء، وكان رئيس الجمهورية يعين التلت والتلتين بيجوا مجاملة، كان إيه هو مجلس حكماء إن أنا أخد رأيه استشاري غير ملزم. طب ايه لازمته؟ الدولة في مرحلة ده عبء زيادة ومصروفات زيادة. في مرحلة مش محتاجة مجلس، ما اعتقدش مجلس مصروفات زيادة، وكانت انا اعتقد ان هي مجاملة، وحتى لما كنا بنشوف مجاملة ملهاش لازمة دلوقتي. اولا التصويت فيه كان ضئيل جدا للغاية، ومفيش حد عنده القدرة ان ينزل انتخابات في 3 دوائر. كان ده النهارده يعني حتى مجلس الشعب خلوها في 5 دوائر. ما حدش عنده القدرة، وكلها كانت مجاملة وكانت عائلية، فأعتقد أن إلغائه خير لمصر. طيب خلينا من آخر حاجة نتكلم عنها وهي المحاكمة. احنا عندنا رئيسين أسبق وسابق بيحاكموا على ذمة يعني قضايا. خلينا نتكلم عن آخر رئيس دكتور محمد مرسي ونقول محاكمته. في ناس عندها برضو تعليق. عايزين نتكلم يعني اولا عن اليوم اللي شاهدناه كلنا، لو انه المحاكمه ما كانتش معلنه الا ان احنا شفنا لقطات صغيره لحد ما دخل القفص ورجع تاني، وتم ايداعه في سجن برج العرب ويومه اللي قضاه. والحقيقه كل القنوات يعني اشتغلت وقضت وقت كبير جدا ان هي تشوف يومه قضاه ازاي اول ما دخل سجن برج العرب، زي ما تابعوا الرئيس اللي قبله وهكذا. طبعا. فالاول تعليقك ايه على انه الجلسات ليست معلنه، المحاكمه نفسها مش معلنه دي امنيه، لان طبعا احنا شفنا البيه في الخطب بتاعته لما كان بيدي بعض الاشارات كان بيحرك بيها بعض المؤامرات فعلا اللي كانت بتحصل، فدي امنيا انا معاه طبعا. انا ما يهمنيش اعرف ايه اللي دار جوه المحاكمه، لان كلنا عارفين القضيه اللي هو محال عليها دلوقتي حاليا قضيه الاتحاديه. كلنا كنا شايفين، ويمكن شهاده اللي هو محمد زكي قائد الحرس الجمهوري كافيه لانه يتعلق بيها على حبل المشنقه. هو طلب منه رسميا ان هو يخلصه من هذه الجماعه الاعتصام اللي في الخارج. قال له قبل صلاه العصر. الراجل طلب، قال له اديني 24 ساعه. قال له لا خلاص انا هتصرف. اسعد شيخه مساعد الرئيس او نائب رئيس ديوان رئيس الجمهوريه قال له احنا هنتصرف. اعلنوا النفير العام، حشدوا ناس من كل المحافظات، جت وهي خلصت، يعني الله ينور عليهم، فهم خلصوا. دي حاجه. بالنسبه ليومه اللي قضاه بدايه من نزوله ودخوله القفص ورفضه ان هو يرتدي الملابس هو اول ما نزل بالطياره
طبعا هو ما كانش عارف ان هو هيرجع تاني على سجن برج العرب، وكان فكره انه هيرجع محبسه القديم. اول ما نزل بالطياره وشاف اللافته انتابته حاله عصبيه شديده وحاله هياج عصبي. انا فين انا فين؟ طبعا حصل انتوا موديني فين؟ بعض الضباط انشقت الارض عن احد الضباط الامن الوطني، وده كان خرج من الخدمه وهو مسؤول الملف بتاع محمد مرسي قبل طبعا ما يكون رئيس جمهوريه. طبعا انتابته حاله هياج اكتر لانه كان يعرف ان هذا الضابط خرج بعد ما خرجوا بعض الضباط بتاعت امن الدوله في الفتره السابقه. انتابته هو طبعا به، هكتفي بان اول حرف من اسمه به. قال له حتى انت رجعت تاني، انت رجعت تاني، انت رجعت تاني، جابوك تاني، ما يعرف انه رجع الخدمه يعني تاني. فقال له اهدى يا دكتور، اهدى يا دكتور. اخده وانزوى بيه في غرفه لوحديهم لمده ساعه. قدر ان هو يسيطر عليه وقدر ان هو يهدي اعصابه. خرج بعد منها ارتدى ملابس السجن. طبعا وقع على التعليمات واللوائح اللي هي بتاعت السجن. طبعا فضل جوه. اي مسجون لازم يوقع على هذه لابد ان هو يوقع، ولابد ان هو بيفضل في الحجره الملحقه بالمستشفى 10 ايام كحجر صحي يعني. ده حد ده تقليد لاي، ده تقليد مش لاي مسجون. ممكن 48 ساعه لسبب انه بيكشف عليه، بيشوف اي جرح، اي نتوءات، اي حاجه بتثبت حتى لا يتقول عنها السجن بعد كده ان تم جرحه في داخل المكان. طبعا بيكتب كمان ايه هو العلاج اللي بيتناوله، واي عمليات جراحيه خضع ليها، وايه هي الامراض اللي بيعاني منها، وايه هي العقاقير اللي بيتناولها او الادويه اللي بيتناولها. فده شيء عادي، هو ما دخلش المستشفى، هو داخل لغايه دلوقتي بيخضع للكشف. بعد الكشف هيرحل للغرفه بتاعته او للعنبر اللي هو هيكون موجود فيه. معاه دلوقتي الدكتور محمد فتحي رفاعة الطهطاوي اللي هو رئيس ديوان رئيس الجمهوريه، معاه في نفس الحجره. اخر حاجه كان يمكن صلاه الجمعه اللي فاتت، خرج لابس ابيض، ما صلاش في السجن، كانت في عنبر ملحق بالمستشفى مع الضباط اللي قايمين على حراسته والاطباء، وكان في خطيب من الجامع. يمكن في حاجه بسيطه، يمكن اول ما دخل قال شاور بايده بس كده للخطيب بما معناه السلام عليكم. الخطيب رد قال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الخطبه ما كانتش كتيره، كانت بتتكلم على الهجره، هجره الرسول عليه الصلاه والسلام بمناسبه راس السنه الهجريه. في النص كان في جزء ان هو قاله الخطيب: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو هز راسه كده هو دي. على ما اعتقد، ما اعرفش هو يعني خلاص وصلت له العبره والعظه ولا بيهز راسه خلاص. عقب الخطبه انه صلى ركعتين السنه، قعد فيهم ربع ساعه، اطال فيهم السجود واطال فيهم قراءه القران اكتر من ربع ساعه. كانوا منتظرينه في الخارج، بس على ما اعتقد حياه عاديه. زوجته لما حضرت الزياره الاربع الماضي سابت له فلوس في الكانتين اللي بيها بياكل بيها. كل معظم وجباته فراخ مسلوق مشوي محمر، كلها معظمها دواجن وفراخ. دي ابسط حاجه يعني حياته عاديه زي اي مسجون موجود، وحياته الصحيه كويسه جدا على فكره. وهيتحول، عشان كده مش هيستمر في مستشفى السجن. يعني في كل الاحوال بنتمنى ان حياته وحياه غيره من المساجين يكونوا بخير، لا نتمنى الا ذلك، وكل واحد ياخد حقه في البلد دي. استاذ نبيل ابو شال، مدير مكتب جريده المصري اليوم بالاسكندريه، بشكر حضرتك جدا، وبشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده، ولنا لقاء مع حضراتكم ان شاء الله الاثنين القادم وفنار الاثنين. شكرا لكم والى اللقاء.